انا دلوقتي هعرفكم ان البيضة دي فيها كسر، فيها جنين. البيض ده البطة راقدة عليه بقالها 4 أيام. 4 أيام البطة راقدة على البيض ده. البيضة دي هتجيبي ايه؟ هتجيبي فلاش تليفون عادي، الفلاش، وتحط البيضة فوق الفلاش زي ما حضراتكم شايفين كده. والبيضة بيبان فيها شعرات دموية او المنطقة الحمراء دي. ده كده بيدللك ان البيضة دي فيها كسر، فيها جنين. في الشعرات الدموية دي بتقولك ان البيضة دي فيها ايه؟ فيها جنين اهي، فيها كسر. المنطقة الحمراء دي أو الشعرات الدموية دي بتقولك إن البيضة دي فيها إيه؟ فيها جنين. البيض ده البطة نايمة عليه بقالها 4 أيام، يعني وقت قليل جدا. فممكن تقعدي 4 5 6 أيام أما البيض يبان فيه إن البيض ده فاضي، قام فيه جنين. طيب شوف البيضة دي فاضية. بيضة رايقة رايقة خالص قدامكم اهي، معناها كده إنها فاضية، مفيش فيها حاجة، هي فيها الصفار والبياض، مفيش فيها أي حاجة، مفيش فيها أي شعيرات دموية. دي البيضة دي بتقولك إن هي فاضية، مفيش فيها كسر. هنستبعدها خالص ونشيلها بعيد عن البطة خالص، مش هتنام عليها. دي خدها بقى اسلقيها للفراخ الكتاكيت اللي عندك. بيضة تانية، لف البيضة فوق الفلاش اهيت. شفت الحمار ده؟ شفت الشعرات الدموية دي؟ بتقولك ان البيضة دي فيها كسر، فيها جنين. يلا لو استفدت من الفيديو اعملي شير واعملي لايك، ومشتركتش في القناة اشتركي مع كومنتاتكم الجميلة. وركزي شوية عشان تعرفي ان البيض ده فيه كسر وفيه جنين ام لا. يلا سلام.